ايوه باريس، رايح باريس يا باشا. والمولات الحلوه اللي ماشيه معانا درجه الحراره 28 والناس مالطه. استنوا الفيضان في مصر 6 شهور. المسلة. باغي، بلد الفن والعماره، بلد التاريخ والثقافه، عاصمه الموضه والاناقه، البلد اللي اتسمت مدينه النور ومركز العلم والفكر قبل عصور وعصور. باريس اللي نورت شوارعها وميادينها قبل ما اوروبا يدخلها النور. لكن بالرغم من كل ده أقدم حاجة فيها مش فرنسية، ولا بتقول داكوغ ولا أمور. دي تحفة مصرية، جدي رمسيس اللي بناها قبل ما العالم يشوف النور. وعلشان بس يجيبوها هنا خدت منهم سنين وشهور، بيتباهوا بيها قدام العالم، واتكتب عنها شعر بالكوم، وعظماء كتير اتغزلوا فيها، وكان من ضمنهم أم كلثوم. بس قبل ما نكمل قصتنا تعالوا نرجع من الأول. أول ما شافها شامبليون ووقعت عينه عليها وقال جي سوي تري كونتون. ايوه باريس، رايح باريس يا باشا، رايح روما يا باشا. عايز حاجه ولا احنا في باريس؟ والله يعني انا مش عارف اجي باريس بعد كده من غير كابوليه بصراحه. ايه ده، في واحد معاه كابوليه زينا؟ لا عربيتنا احسن ولا عربيته؟ هتلاقي امك اللي جايبها لك. هنبدأ بقى هنا نتمشى في حديقة اللوفر عشان نوصل للمسلة. اللوفر في ظهرنا والمسلة في وشنا. بص أنا عايز أوريكم منظر مش عارف هتشوفوه ولا لأ. اللي هناك دي المسلة بتاعت مصر، والشانزليزيه ورا أهو. في ظهري أرك تريامف تاني، ووراه الهرم عموديا، كله على خط واحد. يعني حاجة معمارية أنا ما شفتش زيها في حياتي. أنا بقى بفكر الناس هنا قاعدة ولا أكنها قاعدة في بلطيم، نايمين بالمايوهات زي ما انتم شايفين حضرات المشاهدين. واحنا ان شاء الله هننط في الميه دي، عشان اللي بيتريق على الناس اللي في مصر يقول لك العيال الصغيره بتنط في الميه ودرجه حراره 70، يجوا يشوفوا درجه حراره 28 والناس مالطه. ايه ده يا باكا مرتاد؟ بدأنا نقرب من المسله بتاعتنا ورا اهي. توك توك فرنسا. احنا عند اشهر مسله مصريه في العالم، وان بلوك، حته واحده. محمد علي باشا اللي بيوزع من مال امه راح اداها الملك فرنسا عشان يوطد العلاقات. اراك توزع من مال امك. وزنها 220 طن، تخيل. طولها 22 متر. سرك ادي يم الاسرار. طب جابوها ازاي هنا بعد ما شامبليون اختارها دونا عن مسلات مصر كلها؟ كانت مرمطه. المسله دي عشان يجيبوها هنا طلعت من الاقصر لاسكندريه، تخيل. وعملوا لها سفينه مخصوص سموها الاقصر، وخدوا معهم 150 عامل من مصر عشان يساعدوهم. فهموها بدري ولاد الذين. خدوني معاكم وهتعلم والله. استنوا الفيضان في مصر 6 شهور علشان يعرفوا ياخدوها من الاقصر لاسكندريه. ولما وصلت اسكندريه جابوا لها سفينه تانية مخصوص عشان تجرها في البحر المتوسط. ولما وصلت فرنسا برضو استنوا فيضان نهر السين عشان يعرفوا يوصلوها باريس. وهنا دي القعده بتاعت المسله اللي هم عملوها، فيها شرح ازاي جابوها من الاقصر لباريس. سنة 1836 لما جم حطوا المسلة هنا كان في 200,000 شخص من الشعب وصفوة المجتمع بيتفرجوا، وعلى رأسهم ملك فرنسا اللي طلع من بلكونة الفندق قدام المسلة يحيي الشعب. و350 واحد من البحارة الفرنسية والجانرز اللي بيضربوا مدافع كانوا واقفين عند هنا بيحيوا المسلة في الميدان اللي رمز للجمهورية الفرنسية. فاهم؟ يعني حاجة ماشي. مش بس كده، دي الساحة اللي حصل فيها إعدامات كتير بعد الثورة الفرنسية، وأشهرها الملكة ماري أنطوانيت بتاعت لو الشعب مش لاقي عيش ياكل كرواسون، وجوزها الملك لويس السادس عشر. حتى لما قامت الحرب العالمية الثانية وحصل اشتباكات في الميدان، في قصة بتقول إن طيارين هتلر رفضوا يضربوا الميدان من جماله وروعته. ودي يا سيدي كانت قصة مختصرة لأشهر مسلة مصرية موجودة في العالم. صح يا مستر أيمن؟ والمولات الحلوة اللي ماشية معانا. يا مصر باين كليب. ادخل لي يا ابني بأغنية محمد منير يا ابني. الحر ملوش دية ومتى عشان تعيش هي، يكفيني من ناس أغنية تخلد اسمه في مواويلي. كل ما تيجي باريس تحبي تفوتي عليه. المسلة. ليه؟ عشان بتاعتنا، جزء من عندنا، جزء من بلدنا.